بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا سمعنا الخبر عن اليوتيوبر أحمد أبو زيد، واللي هو تم حبسه، سواء بقى زي ما بيتقال 15 يوم أو دي فترة الحبس بتاعته. هو احنا ليه كده؟ يعني ليه أي كوادر عندنا أو أي حد بنشوفه كرمز أو حد بيحقق نجاح، وبالذات من الشباب؟ يعني كتير، او مش هننسى من 10 سنين او من 13 14 سنة لما واحد زي وائل غنيم كان اتاخد من ضمن افضل 100 شخصية مؤثرة. طب ده كان بيتكلم في السياسة. يعني ده لما نيجي نقول مثلا ان هو آه، اتقبض عليه او ايا كان اللي اتعمل معاه، واللي كان سبب في ان نشوف واحد من مدير اقليمي لشركة جوجل لواحد بيطلع بيشرب حاجات على الهوا وبيرقص بالمصحف والحاجات اللي احنا بنشوفها، من واحد كان عاقل، شاب محترم، شاب ناجح في حياته، حد بيقتدى بيه من قبل الشباب ان هو يبقى عايز، لو عايز يعمل حاجة في حياته او عايز ينجح في حياته، لواحد زي ما احنا شايفينه دلوقتي. ويعني ممكن يكون بيحاول انه يبقى كويس دلوقتي او بيحاول يرجع عن اللي هو كان بيعمله، بس خلاص يعني شفناه. خلاص يعني واحد دلوقتي ربنا يا رب يعينه ويرجعه ويثبته ويعني ويخليه يعني يرجع لما كان عليه. لكن نيجي احمد ابو زيد، واحد يوتيوبر قناته فيها 8 مليون، راجل ما بيتكلمش الا في الدروس، بيتكلم من الحاجات الخاصة بالتنمية البشرية الفعلية، مش اللي مجرد كلام، مش اللي هو اقول لك انت فعلا احسن حد في الدنيا من جوه نفسك وصدق نفسك. لا، ده بيقول لك على ارض الواقع، خد كورسات، طور من نفسك في الحاجة اللي انت بتحبها، انجح في حياتك، خليك حد يقتدى بيه، خليك انسان محترم، خليك انسان متدين. نيجي نقبض عليه. يعني انت بتقبض عليه ليه يا عم؟ يعني انت مسكته ليه؟ حبسه ليه؟ هتقول لي عشان هو راجل مثلا ليه حساب بالدولار وقناته بتحقق له ارباح؟ ما هو الراجل ده مش ابتدى امبارح، ولا الراجل ده كان بيجيب فلوس دي مهربها. الراجل ده بيبتدي من 2016 2017 ابتدى القناه بتاعته. الراجل ده كان مجتهد، الراجل ده كان بيتعب. الراجل ده لما كان بيدخل له الارباح، ايا كان الارباح، اللي ربنا يبارك وربنا يزيده وربنا يكرم اي حد مجتهد، الراجل ده اجتهد. وبعدين حسابه اللي هيخش عليه الارباح ما هو حساب مصري. يعني انت الدولارات اللي بتدخل لك دي بتدخل في البلد، هو عايش في جوه مصر، الراجل ما خرجش بره مصر ولا عاش في اي بلد اجنبيه. انتوا ليه بتخلوا الناس او بتخلوا الشباب عايزين تسيب البلد وتهاجر؟ ما هو واحد زي ده لما انا اشوف كل الشباب او واحد بيحاول ينجح بالطريقه الكويسه والطريقه المحترمه والطريقه اللي يتم الاقتداء بيه فيها، انتوا بتمسكوه، بتحبسوه، بتخلوه يغير طريقه، او بتخلوا عنده حاجات تخليه ما يبقاش عايز يعيش في البلد. يعني هو يبقى حاجه من الاثنين: هيعيش في البلد ويبقى حد مغيب ويبقى حد لا يقتدى بيه ويتكلم في اي حاجه عم تافهه، اي حاجه ملهاش لازمه، يا اما انت عايزه يسيب لك البلد لو عايز يفضل حد محترم وحد يتكلم في الحاجه الكويسه، يسيب لك البلد كلها ويهاجر. فانت راجل دلوقتي دوله، الراجل ده حسابه جوه البلد، الراجل ده الدولارات اللي بتدخل فداخله جوه البلد، سواء هو يا سيدي بيسحبها دلوقتي، لا مخليها وقت ما بيعوز يحولها، وقت ما بيعوز يسحبها، انت برضو كدوله انت مستفاد. هو انت لما عرفت ان واحد زي دوت داخل له فلوس، انت عرفت منين؟ لما راح قدر يحقق او حب يسحب من الفلوس بتاعته، تمام؟ فانت فلوسه عندك اوريدي، انت دوله يعني. فلوس الراجل ده داخله جوه بنكك وده جوه حسابك البنك المركزي، فانت الراجل ده ايا كان في وقت ما بيعوز يسحب فلوسه هياخدها بالجنيه المصري، فانت دوله داخل لك دولار اصلا. انت مش مخدتش ولا ما عندكش، ولا الراجل دوت عمال بيسحب وهو في بلد تانية، ولا عمل زي بعض الشركات ولا اولاد اصحاب الشركات اللي عملوا شركات بره عشان لما يجي ياخد ارباحه السنويه او يحب يسحب دولaraته تيجي له عن طريق بره، او يسحبها وياخدها ويحطها في بنوك تانية بره. الراجل دوت مدخلها جوه بلدك هنا. فانت ليه ده بيحصل؟ ليه بتقتلوا الكوادر وليه بتعملوا كده مع الناس؟ يعني حاجه تحزن والله. انت، انا واحد من الناس، انا شفت فيديوهات لاحمد ابو زيد و آه، يعني الواحد والله زعلان. يعني الواحد مش عارف يقول ايه. ان الواحد بيزعل. انت ما بتيجي تشوف مثلا حاجه زي كده قدامك، انت نفسك الشباب تبقى كويسه، نفسك يبقى حد ناجح. انا بقول لك، انا بقول دلوقتي ليكم ان انا واحد من الناس كنت بفتح فيديوهاته، وكتير من الحاجات اللي هو كان بيعرضها او من الافكار اللي هو بيحاول يوصلها لنا انا حاولت اقتدي بيها، حاولت اطبقها على نفسي.
مع ان ممكن اكون في سنه او هو اكبر مني او انا اكبر منه، بس هو اكبر مقاما. لان انا اما تكون قدامك شاب بيحاول يفيد الناس اللي حواليه، لا ده انا اشيله على دماغي. مش هزكي نفسه واقول ده انا زيك، لا انت فدت ناس اكتر مني بكتير. ولو انت هتيجي لحساب دنيتنا هتلاقي ان يعني اخيارنا عند الله اخيارنا للناس. انت اما تيجي تشوف انت، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني آه، مش عارف اقول ايه انا، يعني الواحد كلام واقف. الواحد مش متصور ان احنا وصلنا للمرحله دي، ان احنا قدامنا اي حد بيحاول ينجح واي حد بيبقى بيقتدى بيه بنمسكه. تعالى يا باشا، يا تختفي، يحبسك، ياخد فلوسك، يخليك تغير المسار اللي انت ماشي فيه. انا والله ما بتكلم في السياسة ولا حابب ان انا ادخل في المجال السياسي، بس حتى لو على ده انتوا قومتوها على مستوى فردي او على مستوى ان حد يتعامل معاه حاجه زي كده. ما هو الناس بتيجي تشوف ان كتير من الشباب وكتير من اللي نجح في حياته هو بيتعامل معاه كده. يبقى ليه مصرين ان انتوا توقفونا، ومصرين ان انتوا تخلوا الشباب يبقى هو اللي زي ما بنشوف ان اللي عايز ينجح يا يجيب له واحده يعرفها ويجيبها يطلعها معاه، يا يجيب له مراته، يا يجيب اخته، يا يجيب اي ست وخلاص، اي حاجه فيها انثى يجيبها عشان يطلعها ويبدا يجيب اللايكات ويبدا يجيب المشاهدات ويبدا يجيب الكلام ده. اللي طالع بيتكلم في حاجه كويسه، واللي طالع بيوجه الناس، واللي طالع اللي بيقتدى بيه، ويبدا واحد يغير حياته سواء من تنظيم وقته، سواء من بياخد كورسات في حاجه بيحبها وبيطور من نفسه، سواء باي طريقه بيفكر بيها مظبوطه. انتوا بتيجوا لا انا معلش انا انت مش عاجبني. وفي الاغلب الناس اللي زي دي ما بت... يعني ما بترضاش بالتراخي، يعني ما بيرضوش بالخضوع. ان حد يكون خاضع، ان انت لما تيجي مثلا بقى ايه تستفزه، او تيجي مثلا تساومه وتقول له هناخد مثلا كذا عشان تطلع. وده اللي في الاغلب بيحصل، لان انت لما بتيجي بحد بتقضي عليه بالذات في الامور اللي فيها فلوس، فانت عشان نبدا نمشي الدنيا يا تاخد يا ناخد، يا مش هنسيبك. برضو ما ننساش احمد الريان. انا راجل ما عشتش عصر احمد الريان، بس الراجل طلع يتكلم بعد ثوره 25 يناير وقال لك ان انا لما تخلص فتره الحكم عليا تم مساومتي، يا تدفع كذا يا اما مش هتخرج. طب ما دفعتش هتفضل محبوس وهنفضل نجدد لك فترات الحبس بتاعتك. طب ليه؟ انت راجل قبضت عليه ايا كانت التهمه اللي وجهتها له وقضى فتره الحكم بتاعته، خرجه. ليه شفنا جهينة صاحب شركة جهينة، ليه يا جماعة ليه؟ احنا بلد فيها خير وبلد ناسها طيبين، مهما كان ساعات في منا ناس بتبقى وحشة او بيصدر منها افعال سيئة، بس احنا بلد كويسة والله، وناسها ناس طيبة وناس بنحب الخير، وفينا ناس بتحب الخير لبعض. وانا واحد من الناس والله لما بشوف اي حد ناجح في حياته او ربنا ميسر له الحال انا بفرح وبتمنى الخير للناس كلها. واكيد في ناس زيه افضل مني كده، فليه نحكم على الناس ان هم نقتل اي كادر ونقتل اي فكره واي شاب كويس ومحترم؟ انا مش عارف.